إزاي أستخدم نفس الإمكانيات اللي أنا موصّلها دي كده بالضبط، عشان أطلّع كمان reels بالشكل ده، عشان لو هاحل سؤال أو هاقول حاجة سريعة، فأقدر برضه أستخدم نفس الحاجات اللي أنا عملتها، مش مجرد إن أنا أعمل فيديوهات بس تكون عريضة، ممكن كمان أقدر أعمل reels بنفس الإمكانيات، بنفس كل حاجة، بنفس التوصيلات اللي إحنا عملناها، خلاص عملتها مرّة فهاستخدمها أعمل بيها حاجات تانية كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اتعلمنا إزاي نعمل فيديوهات بالشكل ده بشكل عريض، يعني نحطها على اليوتيوب. إزاي بقى بنفس الحاجات اللي أنا موصّلها على اللاب بتاعي اللي هو التابلت اللي أنا موصّله على اللاب وباكتب عليه، فاللي باكتبه بيظهر لي على اللاب، فباسجّل باللاب، وإزاي عملت الframe وإزاي عملت ده كلّه، وصّلت ده كلّه ببعضه، وإزاي وصّلت الكاميرا. تعالَ معايا وهاقول لك وهنشرحها واحدة، واحدة، إزاي تعمل أصلًا الframe مثلًا لو عايز تعمل frame، وإزاي تعمل التابلت كده، وإزاي تغيّر في إعدادات OBS. لو شُفت الفيديو اللي فات إزاي تغيّر في إعدادات OBS علشان يعمل لك الشكل ده، فتضغط تسجيل فيسجّل لك على طول reels بدل ما بيصوّر فيديوهات عريضة لمّا تكون عايز تعمل سؤال على السريع، معلومة على السريع، عايز تعمل حاجة بسرعة، تنزّلها على التيك توك، على الفيسبوك أو على اليوتيوب. تعالَ أورّيك نعملها إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. تعالَ بقى نشوف هنعمل إيه، فإحنا هنفتح إيه، هنفتح طبعًا OBS. ففي OBS أنت كنت موصّل خلاص التابلت بتاعك وبتعرف توصّله إزاي، موصّلينه باللاب زي الفل، فإحنا موصّلينه وشُفنا قبل كده موصّلينه إزاي. ده التابلت بتاعنا اللي إحنا موصّلينه، حلو. وده كده OBS وأنت بتشرح لو بتشرح بالعرض، يعني الفيديو الكبير. طب أنا عايز بقى أعمل reels سهلة بسيطة. بُص يا سيدي، هتعمل كده وتعمل add scene، مشهد جديد تسميه reels، ده بتاع الreels، حلو. بُص بقى، هتنزل هنا هتلاقي settings، الإعدادات دي، اضغط عليها. طيب لمّا أضغط عليها أنا عايز أعمل إيه، هتروح عند فيديو، دي كده هتغيّرها بدل 1920 هتخلّيها 1080، يبقى دي كده 1080 عند resolution 1080، 1080 في 1920 أدي 1000 هنا يا أستاذ 1920، أدي 920 كده عشان تعمل طويل. انزل تحت برضه على الoutput resolution دي برضه خلّيها زي ما عملت 1080 1920 apply OK، خلاص كده، بالضبط كده. فأنت عملت إيه، إحنا عملناه دلوقتي reel مقاس طويل. طيب جميل زي الفل، أصبح دلوقتي ده كده مقاس طويل خاص بالreel، ما فيش مشكلة. نعمل إيه بقى، تعالَ تحت في الsource وهنبدأ نضيف add source جديد، source جديد. أول حاجة هاحطها وهي هاضيف مثلًا، نضيف صورة، صورة بتاعة إيه، هاضيف البرواز بتاعي اللي أنا باشتغل بيه مثلًا، frame كده شكله جميل بتاع بالشكل ده كده، أضيفه وأقول أوكي. كبّره على قد الريل بالضبط، بس شكرًا. هتقول لي ده هتجيبه إزاي، هاورّيك دلوقتي إحنا بنعمله إزاي وهتجيب إزاي. هاسيب لك قالب جاهز أنت تاخده تدّيه لChatGPT وأقول لك تقول إيه لChatGPT. طيب نضيف كمان add كمان التابلت بتاعي، اللي هو هنعمل window capture أوكي. آدي التابلت أصلًا هو موجود أهوّة معانا، أصبح آدي التابلت حلو. هاته هنا وصغّره على قد التابلت اللي في الframe اللي أنا عامله لك، هنصغّره مثلًا. لو أنت عايز تشيل الحواف بتاع الصورة مثلًا، فبُص كده، يعني ده كده هو كبير أهو ما فيش مشكلة. هنا بقى أنت عايز في حتت سودا تضغط على الكيبورد Alt وتسحب بالماوس، فأنت كده قصيت بالضبط أهوّة. طب تعالَ هنا على الأحمر اللي الناحية التانية، بنضغط Alt وتسحب بالماوس، حلو. صغّر على قد إيه بقى يا أستاذ، على قد دي كده بالضبط. على قد مين؟ على قد التاب اللي هو في الفريم نفسه، ونزّل دي تحت، نزّلتها تحت، فبقت تحتها مضبوط. كده بقى فاضل صورتك هنحطها هنا، اللي هو الكاميرا، يبقى هنسحب الكاميرا نشغّلها هنا. طبعًا أنت بتقول لي الفريم ده هيتعمل إزاي، خلّيك معايا للآخر وأنا أعرّفك إزاي هنعمل الفريم ده. تعالَ بقى هنزوّد ونقول add source عشان نضيف الكاميرا، فتعمل آدي add source، هنعمل مثلًا video capture device اللي هي الكاميرا بتاعتنا ما فيش مشكلة، أضغط عليها، ضغطت عليها add new add a new video capture زي الفل.
هتختار بقى الكاميرا على حسب أنت موصّل بده والّا أنا أشتغل webcam باللي أنا شغّال عليها عادي، أوكي. طبعًا عشان ما اتحركش اقفل الصورة ونقفل التابلت من هنا كده زي الفل. أديني ضِفت بقى الكاميرا بتاعتي أهيّة بس. هتعمل لها تدوير مثلًا عندنا مقلوبة، فأنا هاعمل لها مثلًا تدوير آدي هادوّرها بالشكل ده، وهارجع أدوّرها تاني بالشكل ده كده مثلًا، خلاص بقت معدولة زي ما أنا عايز، هاكبّرها على قد الشاشة بتاعتي. أيوه بالضبط، جميل زي الفل، وقدّامي التابلت بتاعي أهوّة، وكل حاجة تمام التمام، زي الفل. طيب أعمل إيه بقى؟ خلّيها تحت الصورة. طيب ده تحت خالص عشان يبقى وادي التابلت قدامي اللي إحنا كنا مدخّلينه قبل كده، فأصبح عندي reel. هتعمل إيه بقى؟ هتبدأ تقول له start recording وتسجّل. آدي start من هنا recording ونسجّل فيه، ولكن ثانية واحدة اوعى تنسى. أنسى إيه يا أستاذ؟ هتعمل هنا وتadd كمان source. إيه هو الsource اللي هندخّله؟ ما تنساش audio input capture، لازم تدخّل الصوت المايك. فأنا هاشتغل بمايك مثلًا USB اللي أنا شغّال بيه، آدي أوكي. فأنا كده دخّلت المايك معايا علشان لمّا آجي أسجّل فيكون الصوت مضبوط. طيب حلو جميل. تبدأ بقى تعمل start recording وما تنساش تستنى عشان أورّيك أصلًا القلب إحنا بنعمله إزاي. بسيط، هابقى سايب لك نموذج تاخده تدّيه لChatGPT وتقول له اعمل لي 1، 2، 3. طيب تعالَ أورّيك وبعدين نرجع نسجّل الفيديو. هتضغط هنا وتسجّل الreels الجميل بتاعك، ولكن تعالَ شوف هنورّيك إزاي. افتح ChatGPT، هتدّي له تقول له هاضيف ملفات. عندي قالب الريل اللي هو ده كده، ده القالب اللي أنا هاسيبه لك. هاقول له إيه، هاقول له بُص نفس الكلام ده، اكتب اللي أنت عايزه بقى. ده هيكون قالب لتصوير الريلز وكذا وكذا، حافظ على نفس المقاسات ونفس مساحات اللون الأخضر اللي أنا عايزها اللي موجودة فيه. اوعى تحط لي بس برواز باللون كذا، اكتب اللي أنت عايزه خلاص. يعبّر عن مادة الأحياء. خلّي مثلًا كلمة الأحياء اللي أنا كاتبها فوق خالص أنت عايز تغيّرها طبعًا كيميا، فيزيا، رياضة، خلّيها بالtypography 3D مثلًا أيًا كان، واسمي يظهر تحت وكأنه توقيع بخط اليد، ويحافظ على المقاسات، وبادّي له أشوف هو هيعمل إيه طبعًا. اكتب اللي أنت عايزه، المهم يحافظ على الجزء الأخضر اللي في النُص، لإن ده أنا هاعمل له إزالة خلفية. ليه أعمل له إزالة خلفية؟ عشان يطلع معايا بالشكل ده كده. فأنا أزلت الخلفية، شِلت الجزء الأخضر منه، والجزء الأخضر اللي كان في الفريم. طب هو فين يا أستاذ الفريم ده أصلًا؟ تعالَ معايا أمّا أورّيك. أورّيك آدي القالب اللي أنا سايبه لك. فهنا حاطين تابلت، وهنا الجزء الأخضر اللي هتقعد فيه، والأزرق ده اللي أنا قُلت لChatGPT شيله وخلّيه برواز شكله جميل يعبّر عن المادة بتاعتي، وكلمة أحياء أنت ابقى غيّرها وقُل له خلّيها كيميا 27، وتحت اسمي مثلًا هاخلّيه بتوقيع يظهر كإنه توقيع خط اليد. فادّي له واكتب واوصف اللي أنت عايزه يعني شغّل خيالك. هابقى سايب لك ده برضه معانا. طيب نرجع بقى نشوف ChatGPT عمل إيه. أدي كده خلّص. خلّص لي البرواز جميل زي الفل، وضاف لي كلام فوق وخلّاه جميل الخط وتحت توقيع أهوّة زي الفل. بقى هنزيل الخلفية، هنشيل الجزء الأخضر ده. طبعًا وإحنا قُلنا إحنا بنشيله إزاي، ارجع شوف قبل كده إزاي تعمل أصلًا فريم وقالب تزيل الجزء الأخضر بس، تعمل له إزالة بأيًا كان. يعني أنا ممكن أعمله أنا بتطبيق عندي على اللاب اسمه Photo Space X. ده أنا باحُط فيه الصورة على طول بدل ما أودّيها على مواقع. ده Photospace X أدي cut out إن أنا هاعمل إزالة، وباروح لChatGPT زي ما أنت شايف كده. أدي copy image باخدها copy عادي جدًا، وهنا باقول له paste. أدي الصورة جات. باضغط هنا بس أهو magic color، شال ده وشال ده، بس شكرًا في ثواني. آخُدها control C من هنا، حُطّها هنا في الeditor بتاعك ده كنترول في، اضغط عليها وسيّفها عادي. اعمل شوف save as أهي، أدي كنترول shift S أو save as. ده أدي الديسكتوب هيكون اسمه قالب ريل. أدي قالب هاخلّيها بنفس الاسم لأ ريل 2 مثلًا أسمّيها باسم أدي كده سيّفتها عندي. هاروح هناك أدي اسمه Oops. أدي الصورة اللي إحنا كنا ضايفينها اللي هو البرواز أهوّة. هاشيلها أو هاخفيها بس عشان أجيب لك التانية. add source، حُط image، هات اعمل browse
فين أدي قالب ريل 2 أهوّة، شكرًا أيوه كده جات، هاشيل ده بس أكبّرها لحد هنا كده، على قدّها بالضبط بس، آدي شكل تاني مثلًا. بالشكل ده كده. ضبّط بقى التابلت بتاعك على قدّها أيًا كان يعني، فأنت ضبّط التابلت بتاعك على قدّها والمقاسات اضبطها عليه. ده كده الشكل، وعرفنا بنعمل البتاع ده إزاي، هتبدأ بقى طبعًا تعمل start recording علشان تشوف الفيديو في النهاية بيبقى عامل إزاي، آدي start recording. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا لحد هنا وبنقول إزاي تسجل ريلز بالشكل اللي أنت شايفه ده، يبقى بالشكل ده. إزاي تسجل ريلز، إزاي مثلًا تعمل معلومة على السريع عايز تقولها، عايز توضّح حاجة، عايز تعمل سؤال، فبتحل وتكتب على التابلت بتاعك وبيظهر بالشكل ده. وضّحنا كل حاجة، استنونا في الفيديو الجاي علشان نقول إزاي أصلًا تصوّر بشكل دايرة، ده هنشوفه في الفيديو الجاي وطريقة سهلة وبسيطة جدًا بإذن الله. استنونا في الفيديو الجاي.